الفئة القاتلة. إن من الآثار الإيجابية التي تركتها فينا الأعمال الفنية والرومانسية، قصص، أفلام، مسلسلات، أن جعلتنا نكره الظالم وفساد الضمائر والجبن والأنانية، ونصطف مع البطل المظلوم ضد الشرير الظالم وأساليبه الماكرة، وكنا نقيس العمل الفني العظيم بحجم الألم الذي يتركه فينا. وفي بعض تلك الأعمال كان يوجد طرف ثالث خارج طرفي الصراع، طرف لا يجيد سوى التفرج والصمت، يراقب كل شيء ويعرف كل شيء لكنه لا يفعل شيئا، يترك البطل المظلوم وحيدا في الحلبة يتلقى الضربات، مع أن البطل الشهم غالبا ما كان يكافح الباطل من أجل مصلحة الجميع بما فيهم من يخذله. لقد كان هذا الطرف الصامت بسبب عجزه وأنانيته وجبنه يثير غيظنا وحنقنا أكثر مما يفعله الشرير الظالم نفسه. وكنا آنذاك في سن الطفولة والمراهقة نعتقد أن ما يجري في الدراما والقصص الفنية لا يمكن أن يجري في واقع الحياة، لأن الحق معروف والباطل مكشوف، والناس حتما ستنحاز للحق بفطرتهم. ولما تقدم بنا السن قليلا عرفنا كم كنا ساذجين، وعلمنا أن ما يجري في الواقع أحيانا أكثر سوءا مما يجري في القصص والمسلسلات. لقد رأينا بأعيننا واقع الحياة، صراع الخير مع الشر والحق مع الباطل، ورأينا أنصار الباطل يقدمون وأنصار الحق يهجمون، ورأينا الفئة الثالثة القاتلة تنتظر على مقاعد الخوف والأنانية ما سيسفر عنه الصراع لتجامل المنتصر أو تشاركه في اقتسام الغنائم، وهي تجهل أو تتجاهل أن موقف الصمت في معركة الحق والباطل خسارة للجميع. الشر ليس قويا بنفسه إذن، إنما هو قوي بالآخرين من الفئة الصامتة، أما أصحابه المباشرون فهم أكثر ضعفا. ماذا يستطيع فرعون وحده أن يعمل بدون جنود مغفلين وشعب فاقد للذاكرة؟ إن بعض المجتمعات الرديئة تصنع قهرها ودمارها بيديها، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم. عبد المجيد علي.